هذا طول اعماركم اثنين شباب في سن فراس بسم الله عليه، اصدقاء ما بينهم الا ما حرم الله. نعم. مثل الاخوان وجيران. قال واحد ان ابائهم نوعا ما يعني مقتدرين، وكان الكلام هذا في الزمان القديم يعني ايام الفقر شوي في نجد. فقال واحد منهم من ابائهم ودع جيرانه وقال انا بشد يم الزبير، ابى اروح اترزق الله مع اللي ترزقون الله. الله يساعدك راح. يوم راح المشكله في العيال هذول مثل الاخوان يعني فرقاهم صعبه متحابين في الله. قام طول اعماركم يتراسلون كل ما راح ركايب ارسل خط الخويه واذا مثل يرد عليه. الحاصل راعي الزبير ما شاء الله فتح الله على ابوه وارزاق ومحلات وتجاره واغتنى. ايه جايز مثل ما تقولون في ها 22 قال انا بتزوج، لكن وين؟ ابي خويه حضر عاد. اخوي لما جابت امي هذا يعني ما يصير زواج بدون ما يجي. ارسل له قال تراي مثل ما تقول عقب 4 أشهر 5 أشهر تراي بتزوج ويشرفني حضورك. قال والله ما خلي رفيقي، وهو يركب ويروح يم الزبير. واصل الرجال اراد الله سبحانه وبحمده قبل هو خاطب خطبه، وعلى بال ما بيجي تعرفون المساله ما بتذكره واركب الطياره، مساله يبي لها وقت. على بال ما وصل توفى ابو اللي في الزبير. يوم توفى انحاست المساله شوي وخلوا موضوع الزواج. واصل الرفيق في الزبير، ها يا الحبيب بابا سلم عليه والزواج. قال ان قلت له ما تزوجت ابحرجه واخليه يجي مرة ثانية. قال ايه ابشرك انا والله تزوجت قبل كم يوم، لكن عقب زواجي توفى ابوي وهالحين جابك الله تجلس معي وتونسني لا تروح. قالوا الزواج انا جايين عليه على الموعد. قال لا قدمناه، اراد الله ابوي تعب شوي وقال قدم زواجك. المهم قال عشان ما يعنيه من يعني محبته له، لان الطريق مو بسيط. الحاصل طول الله اعماركم جلس عنده قرابة الشهرين 3. الولد هو وريث ابوه الوحيد. لاحظ راعي نجد على راعي الزبير انه ما يبالي بالمال، يعطي هذا ويهب هذا ويضيع امواله فيما لا نفع فيه. يضرع. هي ما بس شيء زايد يا شيخ، ما هو بيم جاد يعني مضيع المال مره. امسكه على جنب قال يا رفيقي ترى الحلال ما يتسوى به هالشكل، احفظ حلالك اللي عن الناس يغنيك. يقولها الاول اللي لبن الخمر فيك يرفعك. يا سلام. يقولها الله بركات. قال لا هذول ربعي واخوياي وما عليه هذول اخوان مثلك. قال المهم انا علمتك. قال خير ان شاء الله. اراد الله ذاك اليوم والضيف جاي من المسجد البيت معزب، الا والله يلمح بنت في بيت الجيران، ولا بنت شعرها لاذة ومجملها ربها. يوم شافها وهو يعود ويقعد منسبه على حيله، ما عاد هو بيم جاده. جاء المعزب يسولف معه يا فلان يا فلان، ها وش فيك؟ قال يا فلان انا والله داخل بعنبه. ايه بالحيل. قال والله يا فلان انا رحت اصلي وعودت وشفت لي مجمول واشهد بالله انه تلقل، والله من شفته معدني بطيب وهذه ما حصلت، اشهدك اني ترى بموت مغبون. قال اعوذ بالله لهالدرجه؟ قالت تحصل ان شاء الله. وين شفتها؟ من هي بنته؟ قال بنت جيرانكم ذا اللي قبلكم. اثرها البنت اللي هو خاطبها، لكن ما بعد تملك عليها. شوف الصدفه. قال اللي قبلنا. قال الله قال خير ان شاء الله، ما علمه. قال خير ان شاء الله يسهل الله، الا جباسر ان شاء الله يسهل الله. راح وكلم ابوها قال والله يا عم انا بدت الخيره، توفى الوالد والحين انشغلت في دنياي ولا عدني والله يم الزواج وبزوج اخواتي، لكن هذا رجال عندي ما تعطيه يمناك يسراك، وفي وجهي وامان الله ما جاك منه، والمهر اللي تبيه بشربه. الله. قال بذمة قال والله اني ارضاه لاختي مره سنها انا واطيب مني. قال هذا زوجه الرجال وساق المهر خويه وزانت اموره كلش قايم به هو، بس انه ما درى ان هذه هي زوجته اللي كان ناوي يتزوجها واللي هي في خاطره. خذها وجاك النجد. يوم جاء النجد عطاه مبلغ وقال استعن بالله وتاجر واشتغل، عارف ظروف ابوه انها ما هي بالحين.
الرجال جاء وحط له محل ومحلين وثلاثة، مع مرور الزمن زانت أموره. هذاك على كثر راعي الزبير، على كثر ما يعطي ويضيع المال، ما أخذ سنيات إلا هو منتهي، خلص مرة ما عاد عنده لا قليل وقت، باع مزارع، باع محلات، رهن بضايع، المهم انها نحاس، ما عاد عنده الا ثوبها اللي لها ولابسه. دور اخوياه اللي يعطيهم، يقول انذرك خلنا نرخى عندهم قوم. دور اخوياه اللي يعطي عليهم، تصددوا عنه. قال ايه والله انا معلمني لا، لكن تدري اليوم يوم الرفيق، خل اعود عليه. انا وش قعدني في الزبير الحين ما غير ديون، لكن بعود عليه وهو بيرفدني، بيعطيني رفدة طيبة. جاك مروح يوم طب نجد وهو يجي ولا العين وما تعرف، يلا حيه يلا حيه يا هلا وراك كذا، وشلون امورك، وين ركوبتك، وين؟ قال ما عاد بالشيء، راحت وخرت. اي قال ايه انا معلمك وداري ان هذا بيحصل، والحين وش جاي تبي؟ قال وش جاي نبي؟ ابي الفزعه هي الرفيق اليوم يومك. قال والله شوف انت مثل في المال تسترفد. اي جاي تسترفد عقب ما ضيعت حلال ابوك اللي مغبن عين الشمس. لا بالله يا ابوي حلالي عندي غالي انا. لا هي الا هدف. ها يا فلان قال غيرها، قال والله يا ابن الحلال انت ما طاح في يدك ضيعته، انت ضايع ومعلمينك بين انت ما تاخذ العلم. وهالحين تبي والله قاسمت الله طلع شيء بسيط، ما عنا من زبير النجدي بها المده. قال هذه مدتك، قال لي قال الله لا يكثر خيرك، انا ما جيت ابيدي، انا ابي وقفه اخو مع اخوه مثل ما وقفت معك. قال والله جزاك الله خير، انت معطيني طرف مالك وانت الحين تبي نصف مالي، لا بالله ماني معطيك. قال فمان الله لا يكثر خيرك. طلع زعل، يوم طلع ولا عنده واحد من الرجاجيل قال الحقه من بعيد لبعيد وشوف وين يروح واسكت وخله وتعال. يوم راح هو دار ولا عليهم برد ولا عليهم رش مطر ولا هابة شمال، اللهم يا كافي شيء ما عاد. قال ما الا تذرة ولا هنا خرابة طين في طرف الديرة طايحة. قال بزبن فيها للصبح ويحلها الحلال ويدخل فيها، اي زبن فيها خرابة بيمرح فيها. يوم راح من الليل شوي ويجون هكذا اثنين متلثمين رجاجين ولاهم سرقان، سبحان الله قدرة الله، ويدخلون عليه ادخل 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 احفر احفر هنا احفر هنا. يوم حتى الرجال بسم الله، قالوا بسم الله منك انت وش انت؟ قال انا ادمي. قالوا حنا وادم انت وش جابك في هالخرابه؟ ايه دار الكلام بينهم. قالوا اسمع، وقضبه واحد ويحط سكينه في حلقه. قال اسمع بالعربي حنا سارقين هالمال، هذا ذهب وحنا سارقينه وبنروح نجيب الباقي، وانت الحين دريت عنه. والله هي واحده من ثنتين، اما نذبحك وندفنك هنا ولا انك شريك لنا. يوم ناظر له والله ما الشراكه هارجه من الموت. قال انا ماني بسروق. قال علمتك. قال معكم. قال اجل تحرس المال وعرف الله واحد، ترى انا بنعود عليك، بنجيب باقي المال وبنجيك، ويا ويلك ان ضيعت هالمال. قال خلاص روح يا بالسلامه. راح واصبح الصبح راح دار في الديره احفر له ودفنه، راح ودوج عود عليه يتشوف عندها الخرابه مع جاحد. خذ له 3 أيام ما جو. قال اجل هم مسكوا وذبحوا، لكن تدري رزقه ساقه الله. بسم الله ويطلع ويبدا يتاجر، لكن اعطته الدنيا دروس، صار يحفظ المال. يا سلام. ايه وبعدين ايش؟ خايف انهم يرجعون في يوم من الايام، لو ضيع المال وش بيقول؟ بيذبحونه بيموت. والله ما لكم في طوال. هالمهم الرجال حرص على الدنيا، والدنيا مدرسه، وحرص على دراهمه، وصار يشتغل بالعقل، ولا عاد فيه طفق ولا عاد فيه عاط وبذر ولا عاد فيه اموره راكده هالحين. ايه يوم خذ له يجي له 5 سنين لا والله اموره زين. قال باقي العرس والبيت، وعمر هكا البيت الزين ما شاء الله لا اله الا الله، قصر ينومس. ايه بس يدور له حرمه بنت جاويد ياخذها، وتجي هكا الحريمه ضعيفه مسكينه هي وبنيتها عليهم خلقان. قالت يا الاجودي انت بيتك بيت خير وحنا ضعوف، ما تبي نطبخ عشاك وغداك ونقوم بضيوفك؟ ترى ما نبي شيء، بناكل تالي سفرتك. قال ابرك الساعات، انا ما عندي احد، اجل ادخلي انت وبنتك والله يحييكم. فعلا هالحين انتهى هذا كله. هو وش في باله؟ ينتقم من الشخص اللي هو ساعده في الاول ثم رفض انه يساعده، اللي هو صديقه. قال والله ما هلا افشله،
لان سمعته طيبه لكن الناس ما يعرفون مثل ما انا اعرفه. ويقوم يحط هكا الذبائح ويعزم اهل الديره واهل السوق يوم جو ويعزمه هو من ضمنه. يوم قعد سنه ابو شهم سذا قباله والمجلس مصطك وتهلات وترحيب والعود يدور والقهوه. قال يا الربع حاضرين وهم تعشوا هالحين. قالوا اسلم يا فلان. قال اسالكم بالله وش تقولون في هالرجال؟ قالوا والله ما عهدنا عليه الا خير ونعم وسمعته طيبه وبيعه وشراه نظيف. وهو يقف قال اسمعوا بارك الله فيكم مثل وقع تحمست شوي. قال اسمعوا بارك الله فيكم اللي حصل هالرجال جاني في الزبير والله ما يملك الا ثوبه والله اني عطيته المال وزوجته البنت اللي في خاطري وهو ما يدري ومخفن عليه قايل له اني متزوج ما بيع عنيه انا روف به مروفه قايل انبت سذا حطه على راسي وعبد الله يا اخوي ويوم عنيت له وبغيته طلع لي اطراره يعطيني اياها ما ذي بوقفه اخوكم لكن هذا ولا هو وانتم محشومون عنه بنعجبها كمثال. قالوا هذا فعله ردي لكن انا بعلمكم الفرق في الرجال منهم. وذاك يضحك يبي يفشله وذاك بيفشله ساكت. الناس بين صدق ومكذب عارفين ذا الرجال لكن الرجال يقول حاضر ساكت. ذاك قال قضيت يا فلان وتسمى الهرجك؟ قال اي والله. قال مره قال له جالس اسمع رده وانا فلان. قال هات اللي عندك ما عندك الا الخزي؟ قال لا مع الخزي غيري انا ما عندي خزي لكن خذ رده. قال وش رده؟ قال اسالك بالله العظيم يوم تسري من عندي وتقوم وانت غضبان هاك اليوم وتروح وتدخل في الخرابه من الاثنين اللي دخلوا عليكم 300 معهم صندوق فيه ذهب ها وش ادراك؟ قال اقول منهم. قال ما ادري. قال اجل ترى انا وفلان اللي متعشم معنا خوي. عجيب. اي واسالك بالله العظيم الحرمه اللي جتك تطبخ قهوك وتخدمك هي وبنتها منهم؟ خوات قال وش ادراك؟ قال اقول منهم اللي مطابخين عشان الليله. قال ما ادري حرمه انت رزق الله. قال ترى امي واختي انا حافظ لك الجميل لكن شك شفتك مضيع دنياك وقلت ابي اشدك مع الدنيا لان تعرف قيمه القرش وقيمه الرفاقه. صحيح. وهالحين زود على ذا خذ الثالثه. قال وشي؟ قال ترى اختي هاللي في البيت حليلت لك انقبلتها على شهود الحاضرين. قال اشهد بالله انك رفيق وهم يتوافون ويتحاضنون. قال تراها مقبوله وتروح ام عياله وصلاح وفلاح ورفقه على ما حلل الله وسلامتكم.